هنبدأ مع بعض الدرس الثالث اللي هو بيتكلم اللي هو اسمه عصر الدولة الوسطى. طب لو جينا نراجع الأحداث اللي احنا خدناها، الدروس اللي احنا خدناها، أنا قلت كان عندي عصر اسمه العصر الإيه؟ العتيق. العصر العتيق ده كان بيضم الأساط الكام وكام؟ الأولى والتانية. طيب بعد كده عصر الدولة القديمة كان بيضم الأساط الكام؟ التالتة والرابعة والخامسة والستة. ماشي. عصر الاضمحلال الأول الأساط الكام؟ السبعة للعشرة. هبدأ بعصر الدولة الوسطى الأسرة ال11 وال12 بس. يبقى العصر الدولة الوسطى الأسرة ال11 وإيه؟ وال12، يعني عصر الدولة الوسطى أسرتين اتنين. طب تعال نشوف، نبدأ كده شرح فيه. عصر الدولة الوسطى كل دولة بنسميها اسم مختلف عن اسمها. يعني مثلا فاكرين عصر الدولة القديمة كنت بسميها إيه؟ كنت بسميها عصر بناة الأهرامات. هنا اسمي الرخاء الاقتصادي الدولة الوسطى بالرخاء، رخاء يعني اكيد فلوس خير، عشان كده بسميه ايه؟ بسميه رخاء. يبقى عصر الرخاء الاقتصادي يعني عصر فيه فلوس فيه خير، اللي هو عصر الدولة مين؟ الدولة الوسطى. خلاص؟ طيب تعال نشوف عندي عصر الرخاء الاقتصادي او الدولة الوسطى. سؤالي، فاكرين مين يتذكرني عصر الدولة القديمة؟ كنت سميته بناة الأهرامات ليه؟ فاكرينه؟ بسبب كثرة ما بنوه ملوكا من أهرامات امتدت من الفيوم جنوبا حتى الجيزة ايه؟ شمال. طيب امال الدولة الوسطى سميناها رخاء ليه؟ قالك الملوك بتوع الدولة دي ما اهتموش ببناء الأهرامات ولا كلام من ده، كان أكتر اهتمامهم بشؤون الدولة، الاقتصاد، الفلوس، استثمار الموارد. يعني ايه كلمة موارد قبل طبيعية دي؟ الموارد يعني عندك أرض زراعية وعندك مية، يبقى نشتغلها نستخدمها في الزراعة. عندك بحار نستخدمها في التجارة ونعمل قنوات. عندك صحراء مليانة ايه؟ حجارة نقطعها ونعمل بها معابد ونعمل بها طرق. عندك معادن موجودة عندي استخرجها من البطن، دي كلها اسمها موارد طبيعية. دي أدى طبعا لنهوض الزراعة والصناعة والتجارة، بدأوا يشغلوا المناجم. هتقول يعني ايه منجم يا أبله؟ المنجم يعني ايه؟ يعني المنجم من المكان اللي بطلع من المعادن بسميه منجم. يبقى تشغيل المناجم والمحاجر. المحاجر يعني الايه؟ المكان اللي يبقى مليان حجاره وبنقطعه نعمل بيه ايه؟ نعمل بيه معابد. تقدم في الفنون والعماره والايه؟ والاداب. هتقولوا فنون وعماره واداب يعني ايه؟ يعني بداوا من ان هم يرسموا، وبدا ان هم يزينوا الجدران، وبداوا يعملوا الحاجات دي كلها، دي اسمها تقدم في الفنون وايه؟ والعماره والاداب. يبقى لما اجي اقول لي سؤال يا هواني بما تفسر، اطلق على عصر الدوله الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي او العصر الذهبي ده او ده. يبقى عصر الرخاء الاقتصادي او العصر ايه؟ الذهبي. ليه؟ اقول بسبب قيام ملوكها بالعديد من المشروعات لاستثمار الموارد الطبيعية من اجل النهوض بالبلاد في مختلف المجالات. فتميز هذا العصر بيه، ممكن ما نقولش الجزء ده خالص، يعني ممكن تقول لي بسبب قيام ملوكها بيه النهوض بالزراعة والصناعة والتجارة، صح. تشغيل المناجم والمحاجر، صح. قلنا المناجم يعني الحفرة في بطن الأرض اللي بحفرها عشان أطلع منها المعادن. طب المحاجر اللي هي المكان المليان حجارة بقطع منه معابد وآثار وكلام من ده. تقدم الفنون والعمارة والأدب. الفنون اللي هو الرسوم والحاجات والزخرفة. العمارة يعني البناء زي بناء المعابد برضو والأهرامات. والآداب العلوم المختلفة. حفروا قناة اسمها قناة سويس هنشوفها دلوقتي. يبقى تاني السؤال، أما أجي أقول لك سؤالي بما تفسر، اللي عايز يقول لي بقى الاجابه كامله يحفظها معايا كامله، اللي عايزها مختصر يبقى احفظ الاربعه دول. يبقى لما اجي اقول لك سؤال يبقى صح، ده صح وكله على بعضها صح. يبقى لما اجي اقول لك سؤال بما تفسر تسميه عصر الدوله الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي او العصر الذهبي ده او ده ذهب بقى. ممكن يقول لك تميزت عصر الفتره من الاسره ال11 وال12 بانها فتره عصر ذهبي. يعني بما تفسر سميت ليه بالعصر الذهبي؟ أقول بسبب قيام ملوكها بالعديد من المشروعات لاستثمار الموارد الطبيعية من أجل النهوض بالبلاد في مختلف المجالات. ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى النهوض بالزراعة والصناعة والتجارة. 2. تشغيل المناجم والمحاجر. 3. تقدم الفنون والعمارة والآداب. 4. حفر قناة سيزو استريس. حفر قناة سيزو استريس. طيب يبقى كده عرفنا سبب تسمية ايه؟ عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي والعصر الايه؟ الذهبي. طيب اما اجي اقول لك احنا قلنا الدولة الوسطى شملت الاسرات الكام وكام؟ ال11 وال12. طيب هل جاب لي كل دولة الواحدة يملكها؟ لا، هو جاب لي الثلاث ملوك دول. واحد اسمه من محط، طبعا هو في ملوك تانية كتير،
بس هو ما جابش الا الناس اللي عملت حاجات مهمه بس. اول ملك اسمه الملك امنمحات الاول، وسنوسات الثالث، وامنمحات الثالث. يبقى امنمحات الاول وامنمحات الثالث، وفي النص سنوسات الايه الثالث. طيب تعال نشوف الملك امنمحات الاول. امنمحات الاول ده كان وزير لاخر ملوك الاسره الحادية عشر. لا، طب ما هي اصلا الاسره 11؟ يعني معنى ذلك ان ما جابلناش حد من ايه، من ملوك الاسره 11 كلهم ما بيعملوش حاجه. امال امنمحات ده كان بيشتغل كان ملك؟ لا، ده كان وزير. ده كان وزير لاخر ملوك الاسره الايه ال11. وبعد كده اعلن نفسه بعد ما الملك بتاعه مات، اعلن نفسه هو ملك على البلاد سنه كام؟ 2000 قبل الميلاد. ممكن يقول لك ايه من اكون؟ كان وزيرا لاخر ملوك الاسره الحادية عشر، واعلن نفسه ملكا على البلاد عام 2000 قبل الميلاد. اقول له امنمحات الاول. طيب امنمحات الاول ده لما مسك الحكم كانت البلد ضعيفه، كان حكام الاقاليم، الملك كان اللي كان قبله كان ضعيف لدرجه ان حكام الاقاليم ما كانوش بيسمعوا كلام الملك. الملك ده لما مسك البلد قال لهم لا، قال لحكام الاقاليم جمعهم قال لهم لا اما تسمعوا كلامي وتاخدوا الاوامر مني، لا اما اخرجكم من مناصبكم ومش هستعمل معاكم اي حاجه، مش هضربكم ولا هترككم، لا انا بخيركم. طبعا الحكام اختاروا الايه الصح، قالوا خلاص احنا اللي انت عايزه احنا ننفذه ونسمع الاوامر طالما الايه الامور ماشيه وديه. يبقى الراجل ده عمل ايه؟ اخضع حكام الاقاليم لحكمه اهي. يبقى اخضع حكام الاقاليم لحكمه مع الاحتفاظ بعلاقات وديه معهم. لم يسلبهم سلطانهم، يعني لم يسلبهم الكلام ده، يعني ما اخدش منهم الحكم وقال لهم بره مثلا ومالكوش حاجه، او لا انا هسيبكم بس ما انتوش عاملين كذا، لا انا هديكم كل الحريه واشتغلوا زي ما كنتوا مشتغلين، بس الاوامر وتنفيذ الاوامر تاخدوها مني انا. مقابل، شوفوا مقابل ان يقدموا له الولاء وايه والطاعه. يبقى تاني لما اجي اقول لك من الذي اخضع حكام، اخضعهم يعني ايه؟ يعني خلوهم يسمعوا كلامه غصب عنهم. يبقى اخضع حكام الاقاليم لحكمه وعمل على الاحتفاظ بعلاقات وديه، يعني انا مش هضربكم ولا هعملكم ولا هرميكم في السجن ولا هقتلكم ولا هعمل فيكم حاجه. يبقى مع الاحتفاظ بعلاقات وديه معهم، ولم يسلبهم سلطانهم، ما خدش منهم الايه السلطه بتاعتهم، ولكن قال لهم في المقابل ايه؟ ان يقدموا له الولاء وايه والطاعه. يبقى هسيبكم في حكمكم، في المقابل هتعملوا ايه؟ تسمعوا كلامي وتقولوا لي ايه؟ وتقولوا حاضر. يبقى تاني يبقى اهم اعماله هقول اخضع حكام الاقاليم وعمل على الاحتفاظ بعلاقات وديه معهم، لم يسلبهم سلطانهم مقابل ان يقدموا له الولاء وايه والطاعه. ماشي. 2. نقل عاصمه ملكه. الملك بتاعه لما مسك حكم البلاد كانت الدوله في مدينه حكم، كانت العاصمه فين؟ في طيبه او موقف عند دي. نقلها مين؟ لمكان اسمه اسيد تاوي. اسيد تاوي دي فين دلوقتي؟ في الجيزه. طب اسيد تاوي دي معناها ايه؟ القابضه على الارض. مش احنا عارفين ان الجيزه او القاهره في المنتصف بين ارض الشمال وارض الجنوب اللي هو وجه البحر وجه القبلي، فكان اسمها اسيد تاوي. يبقى لما اجي اقول لك سؤال عاصمه، السؤال ده تلاقيه في الاسئله ورا اسئله الدرس، هقول لك ايه عاصمه مصر في عصر الاسره ال11؟ كانت مين؟ هقول له طيبه. قال لا ده انت بتقولي اهو ان كانت في اسيد تاوي. لا، ما هو ده المحط الاول ده اهو ما كانش في الاسره ال11، ده كان وزير لاخر ملوك الاسره ال11. يعني كان الاسره 11 ايه؟ اخر ملك بتاعها راح، يبقى هو من بدايه الاسره الكام؟ ال12. يعني التلاته ده هم امنمحات الاول وسنوشات الثالث وامنمحات الثالث من الاسره الكام؟ ال12. يبقى عاصمه مصر في عصر الاسره 11 مين؟ طيبه. طب في الاسره ال12 مين؟ هقول له عاصمه مصر اسيد تاو. اسيد تاو صعبه. يبقى تاني حاجه اهو نقل عاصمه ملكه من طيبه الى اسيد تاوي. 2. امن حدود البلاد ضد غارات الاسيويين والليبيين. دايما كانوا بيهجموا على مصر ناس من اسيا من جنبنا، اللي امنها من قبل كده برضه سنفرو الجنوبيه والشرقيه، برضه سنفرو عمل ده برضه كان دايما بيجي معانا من اسيا ومن ايه؟ من ليبيا. يبقى بنقول امن حدود البلاد ضد غارات الاسيويين وايه؟ والليبيين. عمل لي في جنوب مصر اسوار، سور كبير، وخلى الشعراء يكتبوا عليها اشعار وسمناه اسوار امنمحات المبجل. المبجل يعني ايه؟ المعظم ببلاد الايه؟ ببلاد النوبه. النوبه دي جنوب مصر، في جنوب مصر بحدود بيننا بين مين؟ السودان. يبقى تاني يبقى الملك امنمحات الاول اهم اعماله اخضع حكام الاقاليم لحكمه وعمل على الاحتفاظ بعلاقات وديه معهم، لم يسلبهم سلطانهم
مقابل أن يقدموا له الولاء وإيه والطاعة. 2. نقل عاصمة ملكه من طيبة إلى أسيد تاون. يبقى لما أجي أقول لك عاصمة مصر في عصر الأسرة ال11 مين؟ هقول له طيبة. طب في عصر الأسرة ال12 مين؟ هقول له أسيد تاوي. خلي بالك. طيب أما حدود البلد ضد غارات الآسيويين وإيه؟ والليبيين. 4. أسس أسوار أمن محاد المبكر. أخضع، نقل، أمن، أسس. تاني. أخضع، نقل، أمن، أسس. أخضع، نقل، أخضع حكام الأقاليم، نقل عاصمة ملكه، أسس أسوار أمن محاد، أمن حدود البلاد. خلاص بالأفعال. ده الملك مين؟ أمن محاد الإيه؟ الأول. طب تعال نشوف الملك مين؟ سينوسيرت الثالث، اللي هو خلي بالك التلاتة في الأسرة كام؟ ال12، لأن ده كان آخر إيه؟ ملوك الأسرة ال11، يعني الملك كان وزير، يعني الملك راح وبدأ الأسرة الكام؟ ال12. طيب تعال نشوف الملك التاني، الملك سينوسيرت الإيه؟ الثالث. الملك سينوسيرت الثالث الراجل ده اتعرف بإنه شخصيته عادلة قوية، مهتم بالتجارة الخارجية. هتقومي تقولي لي طب يهتم بالتجارة الخارجية ازاي؟ دلل. قولي دليل. طبعا في الفترة دي ما كانش لسه في حاجة اسمها قناة السويس، قناة السويس دي ما كانتش موجودة أيامها. فكانت السفن تقعد الأول تعدي هنا عند البحر الأحمر أهو، تقوم ماشية المراكب هنا أهو، تقوم هنا تلاقي الجمال، تقوم المراكب البضاعة اللي تبقى على المراكب تقوم نازلة هنا محملينها على الجمال، تفضل ماشية كده وماشية كده أهو لما توصل نهر النيل، تقوم ماشية في نهر النيل في المية في السفن، وتقوم راجعة على البحر المتوسط تقوم برضه ماشية في السفن. طب قالك طب بدل ما نقعد ننقل في الحتة دي البضاعة على الجمال، طب ما نعملها مية. طب نعملها مية ازاي؟ نحفر قناة هنا اهو توصل بين البحر الأحمر هنا وتمشي وتمشي بعد كده للسفن في نهر النيل مركب البحر المتوسط. يبقى كده بدل ما نقعد ننزل البضاعة من السفن ونحطها على الجمال، والجمال بعد كده ننزلها في قلب السفن، طب ولا وجع الدماغ ده كله؟ يبقى الراجل ده اهتم بالتجارة الايه؟ الخارجية. التجارة الخارجية يعني ايه؟ يعني التجارة بره مصر، التجارة هتجيلك من هنا بتاع الدول التانية معدية علينا، او هتجيلي من البحر المتوسط معدية على اسم التجارة الايه؟ الخارجية. لما اجي اقول لك سؤالي دلل اهتم سينوسيرت الثالث بالتجارة الخارجية، هقول له حيث قام بحفر قناة سيزوستريس، متاخدة من اسمه، هو اسمه سينوسيرت، هي اسمها سيزوستريس، يبقى قام بحفر قناة سيزوستريس. طب بما تفسر ليه؟ هو حفر القناة دي ليه؟ هقول له هي محفورة اصلا عشان توصل بين، شايفين البحر الاحمر اهو والبحر المتوسط اهو، عن طريق نهر ايه؟ النيل، يبقى بطريق غير ايه؟ مباشر. يبقى لذلك اللي تصل بين النهر النيل والبحر الاحمر، وتعد اقدم طريق مائي يصل البحرين الاحمر والمتوسط عن طريق نهر ايه؟ النيل. يبقى تاني السؤال، يبقى انا بقول لك السؤال سينوسيرت الثالث هل اهتم مثلا بالحروب؟ لا. هل إيه مثلا بين اهرامات؟ لا. الراجل ده اهتم بايه؟ بالتجاره الخارجيه. هتقول لي اهتم بالتجاره الخارجيه عمل ايه؟ هقول له حفر قناه سيزو ستريس. طيب ليه؟ هقول له لتصل بين نهر النيل والبحر الاحمر عن طريق مين؟ عن طريق نهر النيل، عن طريق البحر ايه؟ البحر المتوسط بالبحر الاحمر عن طريق نهر ايه؟ النيل. طيب سؤال، هو لما حفر الوقت قناه سويس ادى ذلك لايه؟ ادى ذلك الى زياده الصادرات التجاريه، كل الدول هتعدي علينا، الدول اللي جايه من جنوب من هنا السفن، او اللي جايه من فوق من البحر المتوسط من هنا. طب زي مين؟ زي فلسطين، فلسطين جنب مصر هنا، فلسطين عند فلسطين، عند سوريا، يبقى فلسطين عند سوريا، عند جزر البحر المتوسط مثل كريت وايه؟ وقبرص، وبلاد بونت الصومال حاليا. يبقى تاني، يبقى ادى الى زيادة الصراعات التجارية مع كل من فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط زي مين؟ كريت وايه؟ وقبرص، وبلاد بونت اللي هي الصومال ايه؟ حاليا. تاني، ما النتائج مترتبة على حفر قناة سيزوستريس ادى الى زيادة الصلات التجارية مع كل من فلسطين، سوريا، جزر البحر المتوسط، مين تاني؟ جزر البحر المتوسط زي مين؟ قبرص وكريت، وبلاد بونت اللي هي الصومال ايه؟ حاليا. يبقى اول حاجة اهتم بها سينوسيرت الثالث مين؟ التجارة الايه؟ الخارجية. يبقى لما اجي اقول لك دلل اهتم سينوسيرت الثالث بالتجارة الخارجية، أو حيث قام بحفر قناة سيزوستريس. طب ليه؟
هقول له لتصل بين نهر النيل والبحر الأحمر، وبالتالي أصبحت أقدم طريق مائي يصل البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر إيه؟ النيل. طب ما النتائج المترتبة عليها؟ هقول له زيادة الصادرات التجارية مع مين؟ فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط زي قبرص وكريت وبلاد بون. ماشي. طب هعمل حاجة تانية. بنى شيد، يعني بنى شيد قلعتي قمنة وسمنة. شيد قلعتي قمنة وايه؟ وسمنة. طب ليه؟ يعني اصلا قلعة. شايفين المنظر ده؟ القلعة دي بناء عالي عالي، لا فتحات زي الشبابيك كده، بيقف فيها الجنود، معمولة على الحدود، دايما معمولة على الحدود عشان يراقب الحدود بتاعتك. لو جالك اي عدو من اي جنب هيضربه، وفي نفس الوقت يبلغ الاداره. ممكن الجيش بتاعي يجي من خلال المناطق دي يضربه على بعد، تقدر ان انت ايه؟ تدافع عن بلدك من على بعد من قبل ما العدو يجي لك. طيب ما اجي اقول اهو شيد اي بنى قلعتي قمنه وسمنه. طب ليه؟ بهدف تامين حدود مصر الجنوبيه، انك يتبنوا وبين مين؟ السودان. حيث بيبقى تاني السؤال اهو، بما تفسر انشاء قلعتي قمنه وسمنه. هقول له بهدف تامين حدود مصر الجنوبيه، حيث كانت منطقه النوبه دي اللي جنوب مصر تمثل ايه؟ تمثل البعد الاستراتيجي لمصر من جهة الايه؟ من جهة الجنوب. يبقى قلت تاني السؤال، احنا بنقول ايه عندي؟ تمثل منطقة تمثل النوبة تعد بمثابة البعد الاستراتيجي لمصر من جهة الايه؟ من جهة الجنوب. خلاص؟ طب انا اقول لك سؤال، ما العلاقة بين بلاد النوبة ومصر؟ سؤال اهو، السؤال ده كده، ما العلاقة بين بلاد النوبة ومصر؟ هقوله ان بلاد النوبة تمثل البعد الاستراتيجي لمصر من جهة الجنوب اهو. يبقى تاني، يبقى اما اجي اقول لك الملك سنوشت الثالث عمل لي عملين مهمين، اهتم بالتجارة الخارجية بحفر قناة، اهتم بتأمين البلاد، يبقى شاير قلعتي قمنة وايه؟ وسمنة. يبقى شاير قلعتي قمنة وسمنة. يبقى الملك سنوشت الثالث. انا قلت دلوقتي كان ملك مين؟ خلي بالك، الملك مين؟ الملك اهو أمنمحات الأول. ده الملك مين؟ سنوسرت الثالث اهو. هناخد الملك الثالث اللي هو مين؟ أمنمحات الثالث. أمنمحات الثالث أحد ملوك الأسرة ال12. طب سؤالي، أمنمحات الثالث ده اللي هو أحد ملوك الأسرة ال12 يعد من الملوك العظام. ليه؟ هتقولي ليه؟ هقول لك لأنه استطاع اهو لأنه حرص على النهوض بالبلاد نهضة شاملة في مختلف الايه؟ المجالات. طب سؤالي ازاي يعني؟ هقول لك طب سؤال، هل هو اهتم بإنشاء مثلا بتاع اسمه ايه؟ ترعة زي دي؟ لا. طب امال يهتم بايه؟ بالزراعة. يعني كل ملك ليه اهتمام. الملك ده اهتم بايه؟ اهتم بالزراعة اهي، اهتم بإقامة التنمية الايه؟ الزراعية. طب قولي دلل. بيقولي دلل اهتم بإقامة التنمية الزراعية، حيث بنقول وجه اهتمام بشؤون الايه؟ الري اهي، حيث قام به 1 أنشأ سد اسمه سد ايه؟ اللاهون، وعمل حاجة اسمها مقياس لمين؟ للنيل. هتقومي تقول لي ايه؟